بقى اللي اخرك لغايه دلوقتي سلطان بيه؟ باشا، سلطان باشا من فضلك. اه طبعا يا سيدي، سلطان باشا. ما دام بيخليك تجيب له الغدا بتاعه من كافيتيريا الاهرام. هو يأبى تماما ويرفض أن يأكل من لحمة الجزار، وبيشترط علي إن أكله لازم يكون من كافيتيريا الأهرام، وإلا اعتبرها إهانة لا تغتفر. وطبعا انت لازم تنزل على رغبته. طبعا يا أستاذ، أنا أقدر أرفض له طلب؟ اه والا يهوهولك بقى. يا سلام، يا سلام على الهوهوة. هوهوة إيه يا أستاذ؟ ده عصفور بيهوهو بقى كده. وأكتر من كده كمان. هو ده كلب عادي، ده كلب أحمد بيه بهجت. يعني من فصيله تانية. عارف يا احمد، انت بتفكرني بمين؟ بمحمد السباعي ابويا. كان واخد الدنيا زيك كده ببساطه وعفويه، والدنيا عنده ما كانتش تسوى شيء. الدنيا أحقر من أن نفكر فيها يا عم. خليها ماشية مع ناسها وبأحوالها، ودعني أعيش ملكا في دنياي أنا. طب ويا ترى الملك بقى معاه كام دلوقتي؟ دلوقتي بعد ما اتغديت وغديت الزملاء الأفاضل. اه وجبت كمان اكل سلطان باشا. طبعا، ده أنا قبل ما آكل بعت له أكل مع واحد مخصوص. ياه. طبعا، هو شوية. أنا معايا 5 جنيه 35 قرش. 5 جنيه 35 قرش؟ قول يعني معاك 5 جنيه. لا، من فضلك 5 جنيه 35 خلاص قرش. خلاص يا سيدي، 5 جنيه 35 قرش، ولا تزعل لا، نفسك. ده أنا ممكن أزعل جدا، أزعل قوي كمان. ال 35 قرش دول مهمين عندي جدا، عارف ليه؟ ليه؟ 4 جنيه هيروحوا للسايس الشهرية بتاعته أول ما انزل له تحت. يتبقى كام في الخزنة؟ 135 قرش. لا، 35 قرش. الله، طب والجنيه راح فين؟ الجنيه ده بقى هرجعه لأن كنت واخده سلف من توفيق الحكيم. توفيق الحكيم؟ آه. انت خدت جنيه من توفيق الحكيم؟ أيوه. ليه، كان مغمى عليه؟ لا، مش للدرجة دي، بس كنت مزنوق فصعبت عليه اداهوني يعني. فضل كام في الخزنة؟ يبقى 35 قرش. دول بقى هيحافظوا على الخزنة من أن تصبح خاوية، وهيحفظوني من الإفلاس، وهيخلوا اسم مملكتي مرفوعا عاليا في السماء. شفت بقى يا أستاذ قد إيه ال 35 قرش مهمين جدا بالنسبة لي؟ ايوه ايوه، عندك حق. اتفضل اقعد بقى عشان عايزك في حاجه مهمه، اقعد. انا مش فاهم يا اخي، زي الاهرام يبقى عنده كنز زي احمد بهجت وما يستفدش منه. احنا لازم بقى نسحب من الكنز ده بشكل يومي. لا يا أستاذ يوسف، بلاش تستغلوا كرمي للدرجة دي. لا، ده احنا هنستغله اسوأ استغلال. واعمل حسابك من بكره هيبقى لك عمود يومي. عمود يومي؟ معنى كده إني لازم ألتزم بالكتابة يوميا. ايوه، عشان نضمن بقى ان احنا نستفيد من الكنز ده. ما بلاش حكاية الكنز ده، لا سلطان يصدق وطلباته تكتر. بلاش التواضع اللي انت فيه ده. هو في مصر كام كاتب زي احمد بهجت؟ انت من الكتاب الظرفاء الساخرين، وده اللي بينقص الاهرام. انا مش فاهم ازاي الاهرام ما يستفدش من واحد زيك. عشان تعرف يا أستاذ قد إيه أنا مضطهد. خلينا في النهارده. شوف يا بهجت، انا عايز ادخل ابواب جديده في الجورنان، وعايز اغير شكله. أنا عارف إنك ناوي تعمل ثورة شاملة. لا مش بالشكل ده قوي يعني. انا عايزه يعني اكثر بساطه. عايز ازود مساحه الكاريكاتير، عايز ادخل ابواب جديده متنوعه، عايز في حياه. والله ده يبقى شيء لطيف. طب يلا بقى اختار لنا عنوان للعمود بتاعك، عنوان كده دمه خفيف، والمقاله تكون جاهزه بعد ساعه على مكتبي. بعد ساعة ازاي؟ مش الأول لما أوافق إذا كنت هكتب مقالة يوميا ولا لأ؟ توافق ايه يا استاذ؟ ده امر من رئيس مجلس الاداره لا يقبل النقاش. الله، ديكتاتورية بقى. ايوه انا ديكتاتور، ولا مفر من العمود اليومي. أمر لله، أنا هنفذ الكلام عشان بحبك بس. إيه رأيك بقى؟ نسمي العمود صندوق الدنيا؟